أنا أولا رحبت بها، تدوينة واضحة، رحبت بها. ثانيا لم أتخذ أي قرار نهائي خلافا لما يقال. ثالثا عندنا مؤسساتنا السياسية، لجنة ديال الانتخابات، لجنة ديال الترشيح إلى غير ذلك اللي كتقوم بعملها. إذن باقي ما درناش الطاجين ما يتحرك. لكن من الناحية المبدئية، عندما دابا الأمر يتعلق بميسة سلمان الناجي المعروفة، واللي حسب علمي ليست بإنسانة فاسدة ولا متورطة في قضايا ولا لها ميولات ما عرفتاش، تتكلم، لها حضور، مؤثرة، نتفق مع بعض ما تقول، قد لا نتفق مع البعض الآخر. عبرت على أنه في هذه الظروف تريد تعتبر بأنه الإمكانيات من الإمكانيات اللي متاحة أمامها أنها تلتحق بحزب التقدم الاشتراكية، تحاول ترشح معه. قلت لهم هذا الجانب. كاين تشاورات ولكن يعني نقاش داخلي في الحزب حول هذه المسألة. واش كاين طلب رسمي من عند ميسة سلام الناجي باش تنضم؟ دابا حنا دابا غير في حوار رقمي، في حوار مرتبط بالحد العام. سنلتقي بدون شك، سوف نرى، ندرس الأمر. لكن من ناحية مبدئية حنا خصكم تعرفوا بأنه هناك اليوم مئات، ما بغيتش نقول آلاف، شبان، طاقات، فيهم بعض الأسماء كذلك غير ما قالوهاش علنا، اللي عبروا على أنهم يريدون الالتحاق بحزب التقدم الاشتراكية، والبعض يريد مشاغل الالتحاق، يريد أنه يترشح أيضا. هذه المسألة درت هذا الصيت كامل لأن الأمر يتعلق بها يعني. ولكن راه كاينين طاقات كثيرة بمهن مختلفة، بأماكن مختلفة. كاين كذلك مؤثرات ومؤثرين كذلك في اتصال مباشر عبروا على أنهم يميلون إلى حزب. ودابا تحكي راه السي بالرفيق وفي شنو نوع ديال المؤثرين اللي كتفكروا؟ المؤثرين اللي كيتكلموا في قضايا اللي عندها ارتباط بالتدبير العام ديال الشؤون الموكلين، تكلمش على جوانب اخرى. لا، شوف يعني شويه ديال اعتقد انه واحد الميول اللي موجود في مواقع اجتماعيه يحاولوا يبخسوا كل شيء، وهو اقليه قليله. راه المواقع الاجتماعيه راه فيها شي 30 مليون مغرب، بدءا باطفال اللي اليوم عندهم 12 و 13 عام وذلك. لكن نعتبروا بان هادو كلهم اللي خصهم يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابيه، يعني ما يزيد على 27 28 مليون مغربي، راه كلهم عندهم كونت فيسبوك، تويتر، انستغرام، ما عرفتش داكشي الى غير ذلك، يعني اكس الى غير ذلك. واخا لكن الاغلبيه الساحقه ديالهم لا يتدخلون، لا يقولون اشياء، خاصه عندما يريدون ان يعلقوا بشكل ايجابي. راه الاغلبيه الساحقه ديال الناس راه رحبت بشكل كبير بهذا التفاعل مع ميسة سلام الناجي، الا انه كاين واحد الطغيان ديال الاصوات السلبيه التي تهجم. غدا نقول لهم ما عرفت اي اسم اخر يلتحق بحزب التقدم الاشتراكيه، يقول لك وعلاش وكذا. كاينش علاش. دابا احنا حزب مسدود. الى التحقوا بنا الناس احنا ما مزيانينش، وماشي معقول اننا نتعاملوا بهذه الطريقه. الى اعتمدنا على الكفاءات النضاليه ديالنا اساسا، كيقول لك سادين البيبان ومحجرين على الحزب ديالهم وما باغينش يستقبلوا الناس من الخارج. لما كتجيني فرصه انني نبين للمواطنين بان هذا حزب مفتوح، حزب ديال جميع المغاربه والمغربيات، وراه هاد الاغلبيه الساحقه ديال هادو اللي كيلتحقوا سي دي مسيو اكس، سي دي مدام اكس، يعني ناس ولكن لهم مكانه علميه، ثقافيه، اقتصاديه، وظيفيه، تعليميه، صحيه، ما عرفتش، في مختلف مناطق المغرب. وبالتالي يتعين أن يتم التعامل مع هذا الأمر من هذا المنطلق، وما البعض الآخر، إما لأنه يعاكس ما تقوم به ميسة سلام الناجي في أحزاب سياسية معينة. ربما أنه كذلك يتعين أن
نقر بأن كان ردود فعل من قبلها من خلال استعمال جيوشها المختلفة، أنهم مشاو لهذه المسألة لأنهم حقيقة تصدموا بكون أنه كاين هناك اليوم تفاعل إيجابي مع التقدم الاشتراكية. وميساء سلام الناجي يدخل ذلك في هذا الإطار بالنظر للمواقف التي تتخذها. واحد العدد من الناس عبروا على ذلك، لكن يمكن نقول لك الأضعاف والمضاعفة ديال الناس دعموا هذه الخطوة، كما أن هناك بحال اللي قلت لكم مزيان بزاف ديال الناس يلتحقون بالتقدم الاشتراكية. وانتظروا المفاجأة في حاجة اللي واخدونا عليها الناس لما يسمعونا قدمنا شي واحد فاسد، شي واحد محكوم عليه، شي واحد معروف بأنه دار يدو في تتبيع الشارع العام وفي المال العام، شي واحد اللي كان في الإدارة معروف بأنه رشيوي، شي حاجة من هذا النوع. ديك الوقت واه ينتقدونا وينزلونا ويطلبوا استقالتنا وغير ذلك من الأمور. ولكن حنا فاتحين الأبواب ديال حزبنا، علاش ما تجيش عندنا تماما؟ اللهم لا كانت مخالفة تماما لتوجهاتنا ولقيمنا ولمبادئنا.